السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على اخواننا وحبايبنا الحلوين. النهارده حلقة جديدة من حلقات ورجعنا لكم تاني في حلقة جديدة من حلقات من عاهات التيك توك. بس يعني ملحوظة صغيرة قوي كده قد كده، يا ريت يعني تحط لايك. والله ما هتخسر حاجة لو حطيت اللايك يا سيدي، بس يعني حسسني كده ان انا تعبي ما يروحش فاضي. يلا بينا نخش في الحلقة الجديدة على طول، عشان عندنا النهاردة حلقة مشوقة جدا. حاليا العيب على حد اعرفه، طلبت منه يعلمني الشخر بس هو ما علمنيش اشخر ازاي. لما افتح باب البيت الاقي محصل الكهرباء قدامي بيقول لي عليكي وصل كهرباء، حضرتك ما ينفعش يبقى عليها وصل كهرباء. قال لي فلانه الفلانيه عليكي وصل كهرباء. العداد كارت ما ينفعش يطلع لي وصل كهرباء. مش هي دي اللحظه اللي كنت عايزه اشخر له فيها الحقيقه. اشخر له لما قال لي ادفعي واشتكي في الشبكه. يا سلام يا سلام يا سلام على ايه ده؟ ايه ده؟ هو الشخرة دي دلوقتي بقى حد بيعلمها لحد؟ يا المصريين دول يا اخوانا ليهم حاجات غريبه، والله ليهم حاجات غريبه. معلش بتحصل في احسن العائلات، بس ما حصلتش ان انت يعني لا مؤاخذه تعملي الحكايه دي. كلام غريب علينا يا اخوانا، واول مره نسمعه الكلام الغريب ده. بقينا نسمعوه من ستات اكتر ما بنسمعوه من رجاله، وده كلام ده حتى. هانز، ايه يا بيبس؟ انا مش هلعب معاكي كوتشينه غير بشرط واحد. ايه هو؟ نشيل كل البنات اللي في الكوتشينه. ليه؟ عشان انت البنت الوحيده اللي في حياتي. طب انا بقى مش هلعب معاك كوتشينه غير بشرط واحد. ايه هو؟ نشيل كل الولاد اللي في الكوتشينه. ليه؟ عشان انت الراجل الوحيد اللي في حياتي. يا والله. طب حد يطفي النور عليهم يا اخوانا، يعني يطفي النور على الناس دي. ما هم ناس يطفي النور، احنا نطفي لهم النور بقى، نساعدوه. احنا نساعدوهم ونطفي لهم النور عشان تبقى ليلتهم حلوه كده. الله، واحنا دورنا ايه يعني في الفيديو ده؟ طالعين كده يتنحنحوا، بصراحه والمحن اخد زياده عن حقه، والعمليه بصراحه بقت وحشه قوي وبايخه قوي، وبقى واخد زياده عن اللزوم. يعني خلاص يعني طالعين تتنحنحوا قدام الناس. طب اتنحنحوا لوحدكم يا اخوانا، يا اخوانا ارحموا. ده فيه ناس تعبانه، فيه ناس تعبانه والله. يعني احنا ربنا مش هيتوب علينا بقى من الروتين دي، مش هيتوب علينا من الروتين دي يا اخوانا. هو مفيش رقابه على الحاجات دي ليه يا اخوانا؟ سايبينها سداح مداح كده يا اخوانا. تعبنا من كتر ما بتصدروا لنا الحاجات دي على الشاشه وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. الله يحرق التيك توك. حبايبي كلكم عارفين ان انا منقبه صح؟ فانا هلع النقاب عشان ما فيش حد بيدخل لي اللايف، فانا هلع النقاب اهو قلعته. ويلا بقى كله على اللايف بقى. يا خلاص بقى يلا يا اولاد، ماشي، يلا كله على اللايف بقى. كله عند الابله جوه يا اولاد، عندها حصه. يلا يا اولاد على الحصه جوه يا اولاد. يلا يا اولاد كله يخش على اللايف يا اولاد. يلا شوفوا الدرس بتاع الابله. يلا كله يخش يكبس لما سنتنا بقت سنه سوخه. أعوذ بالله من الرعين ومن الحاقدين ومن البصاصين. أعوذ بالله يا ابويا عاملين بيحبونا وهم كارهين. أعوذ بالله فعلا والله فعلا أعوذ بالله. فعلا والله اعوذ بالله. يعني كل تركيبه كده يعني ملهاش اي علاقه ببعضها. يعني نقاء على حاجات كده من العريانه، على بسم الله ما شاء الله كرش قد كده، وبسم الله ما شاء الله. انا مش شايف حاجه يعني تخلينا ان احنا نخش نحسدوكي، ده احنا نخش نتف عليكي. ايه القرف ده؟ ما عندكوش رجاله؟ فين الرجاله وحريم بيتك اللي بيعملوا كده؟ هو انت اعمى ما بتشوفوش حاجه على الزفت ليه؟ عايزني استر نفسي واغطي شعري اما اقلب لك من شبرا. داخل اللايف بتعمل ايه؟ لا اللايف ايه؟ داخل التيك توك بتعمل ايه؟ افرض عينك جت على حاجه غلط، غض بصرك واطلع بره اللايف.
يمكن انا واحده مثلا بحب اطلع بشعري، انا حره، دي حريه شخصيه. لا والله عندك حق، ما هو احنا دخلنا عليك اوضه النوم، ما هو اللايف ده اوضه النوم بتاعتكم. يعني ايه دخل عليك اللايف؟ يعني ايه دخل عليك اللايف؟ هو اللايف ده مش معمول للناس كلها بتخش تشوفه؟ وبعدين ايه افرضي قاعده براحتك دي؟ يا ستي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه؟ وغض بصر ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ انت كانك بتتكلمي على حق واحنا على باطل. يا لهوي يا لا، اطلع من هدومي يا اولاد، اطلع من هدومي. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ حد يقول الكلام ده؟ حد يقول الكلام ده يا اخوانا؟ غض بصرك واطلع. ايه دخلك التيك توك؟ هو التيك توك ده اوضه النوم بتاعتك؟ الله يحرقكم.